السلام عليكم. اليوم غنعاود لكم واحد الحكاية حقيقية وقعات لبنات الخالات. جوج بنات الخال. كنوصيكم من هنا ما تثقوش في عائلتكم، واخا بنت خالتك ما تثقيش فيها وما ديريش فيها الثقة. هاد القصة اللي غنعاود ليك هذه وقعت حقيقية والناس انا كنعرفهم. هادو واحد جوج بنات الخالات، وحده سميتها مليكة وحده سميتها نادية. هاد السيدة مليكة تزوجات، سهل عليها الله وجاب ليها الله واحد ولد الناس لاباس عليه بخيرو بخميرو، ما خاصو حتى خير، يعني لاباس عليه يعني لاباس عليه. نادية ما تزوجاتش، بقات بلا زواج. هذيك السيدة مليكة تزوجات، دارت عرس كبير، ولدت وليد سماتو عمران، يعني ما خاصها حتى خير. هذيك نادية جاها السم والحقد والغيرة من بنت خالتها، شافتها ولدات وفيلا ديالها، يعني ما خاصها حتى حاجه. ناضت اشنو قالت؟ اجي يا راسي يا راسي، اجي نحفر لبنت خالتي. انا ما تزوجت وهي تزوجات، خاصني نفرسك ليها الشمل. مشات عندها قالت لها يا بنت خالتي اليوم راني كنت في الحمام، كانوا حدايا واحد جوج عيال وكيهضروا مجمعين وجابدين واحد الفقيه، وسمعتهم كيعاودوا عليه راه كيجمد الماء. قالت لها وانا يا صاحبتي اش غندير بهاد الفقيه؟ قالت لها ويلي انتي، قالت لها راجلك لاباس عليه وباقي صغير وتقدر تدور لك به الحمقى شي وحده ويتزوج عليك ويجيب لك الضره، ولا يطلقك ويجيب واحده اخرى. ويلي حي، نوضي كوني مرا ولا لا وشمري على دراعك وقعد ديريه الشغل. قالت لها باش يولي يبغيك ويسمع كلامك واللي قلتيها يعطيها ليك. الاخرى حلت ليها العينين، قالت لها ايه فين هذا؟ عطاتها الادريس عطاتها العنوان، قالت لها يلا معايا ونسيني. قالت لها لا، انا بوخوتي ما يخلونيش نمشي. انتي دابا، قالت لها انا ما مزوجاش، ما غنقدرش كيفاش ندير نمشي، غير سيري انتي وانا غنشد لك ولدك تجي. صيفطتها عند السيد مشهور ومعروف، لا داعي نذكر سميتو. مشات المراه لقات الصف ديال لا اله الا الله جالس ديال العيالات، جلسات هي كتشد النوبه بحال العيالات. وبقيه الحكايه في الجزء الثاني، تسنوني.